الأغاني مش تسلية، الأغاني أداة تشكيل وعي. عارف الدولة بتعمل إيه لما بتبقى في أزمة؟ بتشغل أغاني وطنية. ليه؟ لأنهم فاهمين حاجة خطيرة جدا. المشاعر لما بتتحرك النوايا بتتهذب، الغضب يهدى والأنانية بتتراجع. كل ده بتعمله أغنية. فواحدة بتسمع كابونجو ده ولا شاكوش، متوقع مشاعرها هتبقى إيه؟ أكيد هتديك بالشاكوش في مرحلة ما من التفاهم ما بينكم. زمان كانت في أغاني بتثبتك، تهديك، تخليك تحس، تبكي، تخليك تفهم نفسك ومشاعرك. آخر جيلين تلاتة اتربوا على إيقاع مرعب، والعنف بقى مسيطر حتى على المشاعر. وده مش تقليل من نوع موسيقى، هي ليها جمهورها، بس إحنا بنوصف أثر. العنف اللي بنشوفه حاليا في البيوت مش جاي من فراغ. الجفاف العاطفي، القسوة مش طبيعة، ده نتاج وجداني. الاتنين اتربوا إن الإحساس أصبح لا يستخدم إلا للغضب، وده سوء استخدام للمشاعر.